من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ثم أما بعد، أيها المسلمون، لماذا خلقنا الله؟ سؤال ينبغي أن يطرحه كل عبد على وجه البسيطة على نفسه. ولو طرح هذا السؤال لوجدت مشارب الناس تختلف، ولوجدت أهواءهم متعددة. قلما تجد إلا من رحم الله وعصم من يعرف الغاية التي خلقه الله من أجلها، من يعرف الهدف الذي وجد في هذه الحياة لأجله. ما خلق الله تبارك وتعالى الخلق عبثا، ولن يتركهم هملا ولا سدى، إنما خلقهم الله تبارك وتعالى لغاية جليلة، ولحكمة سامية، ولهدف نبيل. خلق الله تبارك وتعالى الناس جميعا ليكونوا عبيدا له لا لغيره، ليقيموا عبادة الله في أرضه، ليقوموا على توحيد الله في كونه. هذا الكون الفسيح من سمائه إلى أرضه يقوم بتسبيح الله جل وعلا، وأكثر من يغفل فيه هم البشر. فالغاية التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها هي توحيد الله جل وعلا. وما أرسل الله نبيا من الأنبياء وما بعث رسولا من الرسل إلا وجاء بهذه الغاية وأمر الناس بها ودعاهم إليها. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في نفس السورة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى في سورة الأعراف:
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى في نفس السورة وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال في شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، في آخر سورة القصص.